وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فده سر من اسرار ثانويه عامه. اكتر وقت حساس ممكن تفنش فيه وتدي القضيه، تغفل الدفعه كلها، مع انك كنت بتقف بره في السنتر وكنت بتتلكع فين وتخرج فين وبتتصور فين، مش بتاع مذاكره. بتلاقي نفسك في اخر شهرين طخ انسحبت، طخ انا بلعب في ال90%، طخ انا حاطط رجل على رجل، محتار. بيكلمونك محتار يا مستر، احط في الرغبه كليه كذا ولا كليه كذا، يا ديني على الفرحه. لا عايز اكلم كلمتين بجد والله. الفتره اللي جايه خلاص يعني يعتبر الجامعه بتاعتك على الابواب. طلب بس واحد واعمله من اول النهارده. روح فوق سريرك، هات ورقه واكتب فيها اسم الكليه اللي انت عايز تخشها وعلقها. خليها نظره ليك كل يوم وانت بتشوفها. تاني حاجه بس افتكر يوم النتيجه ويوم فرحه ابوك وامك. تالت حاجه ثانويه عامه برضو مش اخر المطاف، يعني ده خليها برضو في الحسبان. الحمد لله انت لابس، حتى لو مش احلى لبس انت لابس وبتاكل وبتشرب وبتنزل وفي فلوس مواصلات وفي فلوس درس وفي فلوس كتاب، فانت معاك نعم كتير قوي حافظ عليها. الحاجه الاخيره نوعد بعض كده وعد، هتبقى ماسك كارنيه جامعه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، يعني كليه قمه. الوعد ده بوعده لمين بقى؟ للناس اللي واقعه ما بداتش لحد النهارده، الناس اللي عندها مشاكل، والناس اللي ما كانتش بتذاكر، والناس اللي كانت متقطعه في الدروس، والناس اللي كانت بتكت، والناس اللي ما كانتش بتراكم، والناس اللي قالت بعد رمضان وفي اخر رمضان وفي العيد اجازه وبعد العيد وانا في اجازه عيد هذاكر. كل الكلام ده هيتراكم. فانا بوعد الناس بس وعد واحد، الكلام ده كله هيتلم، واكتر ناس ممكن تجيب مجموع في الفتره ديت هي اكتر ناس ما كانتش بتذاكر. ان هي يوم ما تمسك المذاكره وهتحل وهتلاقي نفسه ان هو بيجيب نتيجه وهو ما كانش بيفتح المذاكره اصلا، ولا الماده حلوه عن طريق الفهم وبدا يربط، فتلاقي الدرجات عليت فحب المذاكره طخ 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 85 87 89 90%. اللي انت بتقول عليه اخر السنه الطالب اليهودي، لو ما بيذاكرش طول السنه وجه في اخر شهرين لم الدنيا. وقد يكون في ناس بتتكرم طول السنه وتاخد شهادات وتيجي في الاخر الغرور بياخدها، تقول لك لا جغرافيتنا واخده منها 3 4 شهادات مش هذاكرها يا بابا، بتلبس اخر السنه. تخيل تبقى طالب دحيح قاعد طول السنه بتاكل الكتب اكل، حافظ المنهج من اليمين للشمال زي من الشمال لليمين، مفيش فرق. الدفعه كلها حاطه املها عليك، انت اللي هتعديهم. ليله الامتحان دي بالنسبه لك مش شبه ليله الامتحان عند اي طالب متوتر وقلقان وقاعد يقرقط في ضوافره، لا دي ليله العيد بالنسبه لك، لانك بكره هتدخل الامتحان تقفل، تاخد الدرجه النهائيه وتطلع الاول على الدفعه. مساله وقت بالنسبه لك مش اكتر. يوم الامتحان الصبح انت رايح اللجنه بتتمخطر، ايدك في جيبك ومش فارق معاك اي حاجه خالص، لا فارق معاك الامتحان يجي صعب يجي سهل، المراقبين حنينين غلسين، كل ده مش في دماغك. انت راجل برنس، انت عندك معلومات تؤهلك انك تمتحن اللي حاطط الامتحان نفسه. وانت داخل اللجنه لقيت كل زمايلك مقابلينك خارجين، ايه ده يا جماعه في ايه؟ خير. قالوا لك انت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ الامتحان خلص ازاي يا ابني انت وهو؟ انتوا مبرشمين ولا ايه؟ ما طبيعي تكونوا مبرشمين، مش انتوا في امتحان؟ ايه السؤال ده؟ قالوا لك لا يا فالح الامتحان خلص والورق اتسلم. ازاي؟ هو مش الامتحان الساعه 10؟ لا الامتحان الساعه 8. انت نسيت ميعاد الامتحان. على فكره عادي ممكن تحصل، مش اسطوره يعني ولا حاجه. من كتر ما ضغطت عقلك وحشيته معلومات وقعت منك معلومه واحده بس كانت اهم معلومه. عملت غلطه واحده شيلتك الماده. ظلمت نفسك لما مركزتش في حاجة بسيطة لكن ممكن تضيع كل مجهود السنة. عايزك بقى تتخيل دلوقتي حجم الإحساس بالحسرة اللي هتجيلك وانت اسمك نازل مع كشوف الساقطين، بتتساوى مع اللي ما فتحش كتاب طول السنة وانت حافظ الكتاب. زمايلك اللي ما عندهمش ربع المعلومات اللي عندك نجحوا لمجرد انهم ما وقعوش في الغلطة الساذجة اللي حضرتك وقعت فيها. تخيل ان مثال الامتحان ده مهما كان قاسي وصعب إلا إنه أسهل وأبسط بكتير قوي من الامتحان الكبير. في الامتحان ده أنت لسه عندك فرصة تصحح وضعك، عندك دور تاني، ممكن تعيد السنة كلها يا أخي على أبعد احتمال. لكن في امتحان هندخله كلنا في نهاية حياتنا غلطة ساذجة فيه
ممكن تضيعك للأبد من غير ما يكون عندك فرصة واحدة للتصحيح. ايه هي الغلطة دي؟ الظلم. تخيل تروح يوم الامتحان النهائي وانت مذاكر وصمم المنهج كله، عامل خير، صايم، مصلي، مطلع صدقات، بس شايل في رقبتك ظلم، تقوم تضيع كل اللي انت عملته. عارف ربنا لما حب يوصف المشهد ده وصفه ازاي؟ قال: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب. تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقول عليك خايب. تخيل لما شهادة فشلك تتختم بختم ربنا. قول لي أنهي نجاح في العالم ممكن يعوضك؟ ونجاحك ان انت تبقى قوي. من كتر ما احنا سيبنا عقلنا لنفسنا الأمارة بالسوء والأفكار اللي حوالينا، بدأ يأثر على عقلنا بعض الأفكار اللي بدأت تاخد من طاقتنا. بقى جواك بعض الأفكار اللي عمالة تقول لك أنت ضعيف، أنت مش هتقدر تعمل أي حاجة، أنت مش هتقدر، أنت مش هتعرف، أنت مش هتوصل. تخيل أنت أصبحت عدو نفسك. أقنعونا إن حبنا لنفسنا أنانية، وبعد فترة اكتشفنا ان احنا ممكن نحب نفسنا بس نبقى مش انانية. عشان كده انت محتاج تقنع عقلك بالافكار اللي انا هقولها لك دي. تقنع عقلك انك تقدر تعمل اي حاجة في اي وقت لو انت عايز. تقنع عقلك انك تقدر تعمل اي حاجة في اي وقت لو انت عايز، حتى لو كانت مستحيلة. تقنع عقلك ان رفضك للمشاكل اللي انت بتمر بيها نوع من انواع النجاح حتى لو انت لسه ما مرتش بيها. تقنع عقلك ان بذل المجهود بيحسسك بقيمتك حتى لو انت ما وصلتش. شوية العرق اللي انا هخرج بيهم النهاردة دول ده اجمل حاجة في اليوم. هطلع بره انا عملت حاجة، انا جيت عملت حاجة، على الاقل حتى لو ما بعملش تبقى حاجة بسيطة قدرت اعملها. ما هو هيشهد علينا ألسنتنا وايدينا وارجلنا. بقول لك يا صاحبي، اسكت وما تتكلمش عن اي حاجه في حياتك. خليك دايما سايلنت، خليك دايما ما بتتكلمش عن نجاحاتك، عن انجازاتك، عن الحاجات اللي عايز توصل لها، عن اي حاجه في حياتك. خليك دايما ساكت. خلي انجازاتك وخلي نجاحاتك وخلي حاجات انت وصلت لها هي تتكلم عنك. اوعى تتكلم كتير عن نفسك وتقول انا عشان في ناس حواليك مش هتحب لك الخير بدون ابداء اسباب. هم مش حابين لك الخير، مع ان اللي انت عايز توصل له او اللي انت وصلت له لا يتعارض مع اللي هم عايزين يوصلوا له. يعني مصلحتك مش هتضر مصلحتهم في حاجه، ولكن هم مش حابين لك الخير. فتقبل فكره ان اللي حوالين منك مع بدايه ان انت عايز تعمل حاجه او تنجح في حاجه او بتجتهد في حاجه هتلاقيهم متجاهلين انت بتعمله، متجاهلين اللي انت عايز توصل له. ليه؟ ما تعرفش. هم مش حابين لك الخير. يا عم حب لي الخير، ده انت صاحبي، ده انت حبيبي، ده انا والله العظيم بحبك ونفسي اشوفك في اعلى مراتب العالم، اشوفك ناجح جدا. انت مش حابب لي الخير ليه؟ ما مش لاقي اجابه. فما تهتمش للناس دي وما تركزش مع الناس دي، علشان الناس دي هي مش عارفه هي عايزه ايه. الناس دي مش مقتنعه ان هي لما يعني تقف في حته حلمك او ما تشجعكش او ما تزقكش لاي حاجه. هم مش مقتنعين ان ده ولا هيقدمهم ولا ياخرهم، ده لا يفيدهم في شيء. فايه المانع ان هو يجي يشجعني؟ ايه المانع ان هو يجي يفرح لي؟ ايه المانع اللي هو ما يجيش يقول لي والله انت شاطر انك عملت كذا، ما يجيش يقول لي والله يا عم ربنا يوفقك ولو محتاج حاجه انا في ظهرك. فتقبل فكره ان الناس اللي حواليك يعني مع بدايه نجاحك او مع بدايه حاجه انا عايز توصل لها ما يشجعكش خالص وما يعبركش خالص، وبالعكس ممكن يذموا فيك كمان. واسكت ما تتكلمش عن اي حاجه في حياتك. لما تتم اتكلم، قول انا عملت كذا كذا، وخليك متواضع جدا وانت بتحكي عنها، علشان في ناس اقسم بالله ما هتحب لك الخير بدون ابداء اسباب. وافتكر الكلمه دي مني كويس، وما تركزش معاهم خالص وما تهتمش بيهم خالص، واعتبر ان انت ما شفتهمش، اعتبر ان هم اصلا مش موجودين، اعتبر ان اللي هم عملوه ده ما خدتش بالك. عارف، تجاهل عشان تعيش مرتاح وبس كده. تبدا في الحاجه وخلاص. ايه يا ابو حميد ده؟ ايوه دي الحقيقه. ارمي نفسك، ما تستناش لما المكتب يتوضب او انك تجيب كرسي جديد او انك تكتب بالقلم اللي انت بتحبه او انك تبتدي في مواعيد تقبل اسم على 60 او انك تستنى لحد ما الساعه 9 تيجي عشان تبدا اي حاجه في حياتك. ابدا. شباب، انا سمعت ان في طلاب بعد نتائج الثانويه العامه بدات يعني حالتها النفسيه متدهوره خالص. انا عايز اقول لك حاجه يا حبيبي، انا كنت افشل طالب في الجامعه، افشل مش من افشل طلاب، افشل طالب. وحتى في المدرسه نفس الحكايه. مش معناها ان انت طالب فاشل معناها هتطلع راجل كبير فاشل. المدرسه فكرتها ان هي بتوريك انت قد ايه تعرف تتبع تعليمات، ولكن لا تحدد مستقبلك. ولو انت مش مصدقني
المدرسه مش هتحدد انت مين كراجل. انك تحارب عشان تبقى اقوى، تحارب عشان تبقى اجمد، تحارب عشان تبقى اصلب، لان انت مش هينفع تعيش وانت ضعيف. طول النهار على السوشيال ميديا وانت بتقلب يطلع لك فيديو ليه وانا عمال اقول لك انت لازم تتحول في حياتك لبني ادم وحش، صح؟ ايوه، ما الحياه ما بتحترمش غير الوحوش. لا تكن طالبا غبيا، انت دفعة محظوظة. دفعة 2025 السنة دي دفعة في الحظ مش موجودة في تاريخ الثانوية العامة. ليه؟ كل اللي عندك 5 مواد. لحد السنة اللي فاتت كانت الثانوية العامة 7 مواد، أما الآن هي عبارة عن 5 مواد. اتق الله، ناقص على امتحانك أيام قليلة جدا وانت عندك 5 مواد. عارف انت لو الميح وابتديت دلوقتي تاخد الموضوع بجدية، قسما بالله بإذن الله وكرمه وفضله لا شريك له هتنجح وربنا يكرمك ومجموعك بإذن الله هيعلى. بس انت لازم من دلوقتي يبقى عندك الطاقة الإيجابية وتحمس نفسك وفكك من صاحبك الفاشل. لما الاقي طالبة في ثانوية عامة بتمشي مع واحدة فاشلة، لما الاقي طالب في ثانوية عامة بيمشي مع واحد فاشل، الفاشل هيخليك افشل منه عشان ما يبقاش فاشل لوحده. هتلاقي الفاشل دايما بيقعد معاك يقول لك انا مخنوق، انا مش عارف اذاكر، انا نفسيتي تعبانه، انا مش عارف الم المواد. كل الطاقه السلبيه دي اتنقلت ليك انت. يبقى انت تعمل ايه؟ طالب الثانويه العامه في الايام اللي ناقصه دي اقفل على نفسك الباب وخليك مع نفسك وافتكر ان انت بفضل الله في نعمه. هم 5 مواد، السنه اللي فاتت كانوا 7 مواد. واحد يقول لي طب هي امتحانات الثانويه العامه هتيجي سهله ولا صعبه؟ امتحانات الثانويه العامه نفسها هي امتحانات الثانويه العامه في كل سنه. مفيش حاجه اسمها امتحان سهل وامتحان صعب. الثانويه العامه هي بعبع الثانويه العامه. اللي مذاكر ولم نفسه دلوقتي وما زالت الفرصه في ايدك، بس يا رب يبقى عقلك في دماغك وتعرف تستغلها. شدوا حيلكم يا ابطال، ناقص على الامتحانات ايام.